وهذا الجدار بيفصل بين منطقتين عربية ويهودية في اللد. مرحبا بيتنا، معكم آدم الحين من سكان اللد، ناشط اجتماعي وسياسي. احنا موجودين حاليا باللد وبالذات بحي شنير، وخلفنا في الجدار الفاصل اللي انتهى البناء ب 2008. بفصل بين حيين، حي شنير العربي وبين حي نيرتسفيل اللي هو حي يهودي. آدم احكي لنا شو سبب بناء هذا الجدار؟ اللي انبنى الجدار على اسباب امنيه، وواحده من الادعاءات انه بدهم يمنعوا ظاهره التفشي المخدرات جوا نيرتسفيل، واللي هي كانت بالاساس يجوا يشتروها من حي شنير. ليش انتم بدكم تحطوا جدار عشان توقفوا هاي الظاهره؟ تعال نحل الشيء اكثر من شرشها. واللي اتضح انه من المحكمه والتقارير اللي تقدمت انه هي كانت باسباب اللي هي فقط للضجه اللي تصدر من هذا الشارع، اذا كان سيارات طلاب المدارس الصبح، وهي اكثر الفصل بين الاحياء العربيه واليهوديه من باب العنصريه هي اكثر جاي بالاساس. احنا حاليا بجهه نيرتسفيل، والفرق جدا واضح انا كيف شايف، ورد، شجر، مدارس، شوارع مؤسسات. معبده. هي فيها الطبيعه اللي هي كانت المنفس الوحيد لاهل شنير. الجدار يمكن تم حل مشكلة حي أهل نيرتسفيل، بس بالمقابل أهل حي شنير دفعوا الثمن. كان بالأساس إنه هو على الأمور الاقتصادية تبع البلد، الاجتماعية والثقافية وحتى بالترفيه. تحكي ليش هذا ملعب؟ هذا هو الملعب، تفضلي. هون وين ما بيلعبوا الأولاد الصغار، أزاز على الأرض. أزاز على الأرض، بعيد كل البعد عن شو يعني ملعب. صحيح. شنير على مر التاريخ كانت معروفة على صاحبة بيارات الحمضيات والزيتون والزراعة، وكانت صنعة لأهل الحي. بنلاحظ انه مع الجدار بنشوف انه الاوضاع الشنير تغيرت وصارت يعني هي اكثر باتجاه السوق. احنا انحبسنا بشي مرحله، بس هو كمان حبس الطرف الثاني، فاحنا انحرمنا من مثلا الطبيعه وبرضه بنخصه من المعاملات اللي كانت موجوده بهذا الحي. يعني في ايجابيات للجدار بس تحت التعبير عن الراي. الجدار مبني على مساحه 1.5 كيلومتر وعلى ارتفاع 4 متر. من قبل الجدار كان في طريق كثير مختصرة للمستشفيات، الطرق صارت أطول، صرنا كثير أرواح بسبب تطويل هذه الطرق. وبالنسبة لك هذا الجدار برمز لشو بالضبط؟ أنا كرداوي دائما بسعى إنه يكون في اللد بمحل اللي هي أحسن، أكثر متطور وأكثر اللي فيها المجال وفرص أكثر عالية. الجدار حط لي حد لطموحاتي، هذا بتحبط، فمش غريب إنه في إحباطات كثير على أحيانا بالذات بالمجتمع العربي. تابعونا عشان تسمعوا كمان قصص مهمة من مجتمعنا عشان نبني واقع أفضل وطبيعي.